نبيل ده اللي دخله المطبخ، ربنا يستر لما اخش اشوف. ايه ده؟ بتعمل ايه يا نبيل؟ بعمل شاي بلبن. يا نهار اسود، شاي بلبن؟ انت هتخرب بيتي ولا ايه؟ انت عارف اللبن بكام؟ شاي يا نهار اسود، ده انت كبير يا نبيل وعبيط، اوعى يا سيدي. يعني ولا شاي بلبن والسكر كمان؟ ولا شاي بلبن ولا فطار ولا اي حاجه. سيبك. امال انت عايزني كل يوم اجيب لك فلوس واشتغل وانزل؟ سيبك من الحاجات المكلفه دي يا نبيل. مكلفه ايه؟ انا عايز ده انا حتى الماء الساعه يا نبيل اسمع كلام يا نبيل، تخلص على البضاعه يا نبيل. الماء الساعه معايا. يلا يا نبيل، لسه الماء. سيبك، خد عايز ازازه الميه، خدها، الميه مش مشكله، مش الميه ببلاش. يلا يا نبيل. يعني الماء ببلاش؟ طب ما الشاي دوت يا نبيل عشان خاطر، يا نبيل عشان خاطر شيء، ايه الشيء يبقى قد كده يا نبيل؟ ده كل يوم معايا معلش يلا يا نبيل. انزل على لحم بطني. يلا يا نبيل انا كل معلش. يوم بدخل لك فلوس. معلش يا نبيل معلش. انا مش عارف ايه العيشه اللي ادراها معلش دي. يا نبيل معلش. يلا يا نبيل اشرب شاي انا بقى. أوبس يا حسنية شوف الباب. حاضر يا بابا. يلا خلصي بقى، ما تفيش نكعية. قلبي. مين؟ حبيبي. مين؟ خطيبي. خطيبك ده ايه دلوقتي ده؟ هو ده وقت مناسب في حد يجي وقت غدا؟ اهلا وسهلا. بص يا يوسف يا ابني بقى، الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. انا عايز اقول لك كلمتين تحطهم بقى حلقه في ودانك، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك. يا ابني ما ينفعش كده تفضل رايح جاي، وبعدين ايه دايما ايدك فاضيه، الجيران يقولوا عليك ايه؟ يقولوا عليك بخيل. ها؟ يا عم انت عارف بكون نفسي، عامل ايه؟ وده وقت حد يجي فيه برضك؟ ها؟ معلش. وقت الغدا ده غلط نكون يا نفسه ابني. يا بابا عشان ننجز ونتجوز. انا مش فاضي بقى اتكلم معاك دلوقتي. اعمل ايه؟ انا رايي انك تاخد بعضك دلوقتي وتتكل على الله، غدا فول وطعميه. وتبقى تجيلنا ايه؟ طب ياكل لقمه؟ طب يوم الجمعه. لا انت طب ياكل لقمه. قوم على طول يوم الجمعه تجيلنا انت وباباك ومامتك، ها؟ عشان نحدد كاتب الكتاب وناكل على الجواد. يلا طب يا ياكل ابني لقمه. يلا طب اتكل على الله. طردته ليه؟ تعالوا خش. يا عم لو سمحت انا عايز الدبله بتاعتي. يا لهوي. الدبله؟ اه حاضر نبقى نجيبها لك. نجيبها له ايه؟ دلوقتي يا عم. خربتها عشان الاكل. يا لهوي. خلاص قلت لك امشي ونبقى نجيبها لك. ماشي يا عم. اقفل الباب. في الباب ايه؟ انت متخيل هو قال ايه؟ بقول لك هات الدبله. يا لهوي. بنتي 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 يا حبيبتي، بنتي خلاص 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 يا حبيبتي، انا هنتهي يوجي اتغدى معانا. خلاص قومي بقى، خلاص قومي قومي يا بنتي، خلاص انا هبقى اندهله. يا يوسف معلش يوسف، تعالى انا كنت بهزر معاك، تعالى تعالى انا عازمك على الاكل، تعالى انا كنت بضحك معاك يا اخي. يلا سلام. خلاص اتصلت بيه، قومي بقى. خلاص اتصلت بيه؟ افتحي له بقى. تعالى يا يوسف يا ابني، تعالى. انا عايز يا عم. لا تعالى انا حكايه يا عم. حكايه والله. بص يا يوسف يا ابني، لا هقول لك على حاجه. بص يا يوسف يا ابني، اللي بيغلط ويعترف بغلطه ربنا بيسامحه. صح يا عم. انا بصراحه كنت غلطان غلط جامد جدا ان انا ابقى بخيل على اولادي وعلى بنتي، ولما شفتها وقعت على الارض اغمى عليها، ده كانت نقطه تحول في حياتي. من هنا ورايح يا ابني انا هبقى كريم مع اولادي، ومش معقول هضحي بحياه بنتي عشان الفلوس. طب الفلوس انا بفكرها، الفلوس انا شايلها لمين؟ ما انا شايلها لاولادي. الف الف مبروك. حبيبي يا عم. الف مبروك. ان شاء الله نكون عند حسن صح. كله بقى. يلا كل. اللي انا عايز اقوله يا جماعه في الفيديو ده ان البخل صفه وحشه جدا جدا جدا. قالت ان الراجل اولاده كرهوه، وبنته كانت هتبوظ الخطوبه بتاعتها، وشخصيه البخيل دي نهى عنها الدين لانها شخصيه كل الناس بيكرهوها. واشترك معانا الاستاذ نبيل في دور الابن الكبير، والحقيقه هو كان مستغرب يعني لانه بيجيب فلوس جمرك لابوه، وازاي ابوه ما ياكلوش، وده لدرجه انه منع عنه الشاي. عايز تقول حاجه يا استاذ نبيل بالنسبه لشخصيه البخيل؟ انا بشكر عم علي وبشكر كل الناس اللي صورت معانا.
وبنشكر الاستاذ يوسف على ده، بس يبقى شبح شعرك يا اخي، واحد خطيب يجي منيل كده. وانت يا شيماء رايك في الفيديو؟ والله انا رايي ان الفكره جميله جدا. اغمى عليها لما خطيبها سابها وقعت في الارض. لا ده اخويا. فانا اتغيرت من ساعتها يا نبيل، ايه رايك؟ لا بصراحه ربنا يسترها معاك وما تعملش معانا. ممكن الله تاكل يخليك. تاني بقى، ممكن تاكل. احنا عايزين ممكن ناكل. بقى وان شاء الله هنتقابل في فيديوهات تانية يعني شخصيات عندها بعض الامراض الاجتماعيه واحنا بنحاول نعالجها في الفيديو ده. كل سنه وانتم طيبين، انتظرونا. دوسوا لايك.